مساء الخير على متابعين قناة دايت اند هيلسي. النهاردة فيديو جديد. هنعمل مع بعض السمك المقلي بس من غير ما هنقليه في الزيت، يعني معلقة زيت واحدة هنقدر نقلي السمك. الناس بقى اللي بتحب السمك المقلي، بس انا في الاول عايز اسمعكم القرمشة بتاعته. بصوا اسمعوا معايا كده، يعني مش هنعمله مقلي وفي نفس الوقت هيبقى مقرمش من بره وطري من جوه. هو زي المقلي واطعم كمان، بس بمعلقة زيت واحدة. شايفين بقى القرمشة والجمال والحلاوة، ولونه بجد كان تحفة جدا. هتقدري تعمليه بمعلقة زيت واحدة، وكمان السعرات الحرارية مش هتكون كتيرة. لو انت بتحافظي على صحتك وعلى وزنك هيبقى الفيديو ده مناسب جدا ليكي. بس يلا بقى تابعيني في الفيديو علشان نشوف الطريقة. ويلا بسرعة اشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. انا معايا هنا 3 سمكات. السمك لما بتختاريه بيبقى القشر بتاعه ثابت، ما بيكونش القشر كده لو عملت ايدك عليه ينزل بسرعة. وتكون الخياشيم حمراء، وتكون الريحة بتاعته زي ريحة البحر كده، ما يبقاش فيه زفارة. لو في زفارة اعرفي ان هو مش هيكون طازة. ونكون كده اللحم بتاعه جامد، يعني لو حطيتي ايدك عليه ما يغرس معاكي، ويكون كده بيلمع، لونه بيلمع، ما يبقاش مطفي. الشكل اللي انتوا شايفينه ده انا نضفته عند الراجل بتاع السمك، ما نضفتوش بصراحة في البيت، وجبته متنضف زي ما انتوا شايفين كده، بس غسلته غسلة حلوة الاول. ودلوقتي بقى هجيب كده سمكية سمكية وهقطعها بالشكل ده. بصوا كده معايا، ايوه كده من عند الظهر. هي السمكية كانت كبيرة قوي، فانا قلت اقطعها تقطيعة كده حلوة علشان لما اتبلها تكون حقيقة. وكمان انا هسويه في الفرن، فمش هيستوي في الزيت، فعايز يكون متفتح كده عشان يستوي معايا بسرعة. التقطيعة دي هتديله شكل حلو، وكمان هيتحيق كويس وهيستوي بسرعة. انا بقطعه كده بميل، وبعد كده برجع تاني اقطعه زي المربعات كده زي ما انتوا شايفين. ايوه بالشكل ده، حلو قوي كده. هعمل واحدة تانية معاكم برضو. طبعا السمك ده مش بنقليه في الزيت، فبيبقى محتاج نار عالية، فانا بقطعه من الجنب كده من الناحية التخينة عشان يستوي معايا بسرعة. اهو شايفين انا قطعت التلاتة، حلو قوي كده. ودلوقتي هبتدي ان انا اعمل تتبيله كده حلوه قوي. التتبيله دي بتبقى موجوده عندي في الفريزر، بس انا اخدت المقطع ده من قناتي التانية مطبخ مرموره، وقلت احطه لكم عشان تعرفوا الطريقه. انا بجيب كده فلفل احمر على فلفل اخضر على قرن شطه، وهحط عليهم كده 5 6 فصوص كده من الثوم. وهبدا كده ان انا اضربهم في الكبه، بس بحب احط الثوم كده مهروس الاول عشان مهما كان الكبه مش بتهرسه قوي. وهحط كده ليمونة كبيرة، عصير ليمونة كبيرة، وكمان معلقة من الملح والكمون، وكمان الكزبرة الناشفة. دي التتبيلة بتاعتنا او الهريسة اللي هنحطها على السمك، او تتبيلة السمك بتبقى حلوة جدا. هبتدي بقى اضربهم في الكبة بالشكل ده لغاية ما هتجهز معايا. ايوه شايفين بقى، حلوة جدا جدا. انا بعمل كميات منها في الاوان بتاع الفلفل الاحمر، واعملها واشيلها في برطمانات في الفريزر، بحتاجها في كل حاجة. اهي دي التتبيله بتاعتنا. طبعا مش هستخدمها كلها، هستخدم قد السمك بتاعي. شايفين بقى الجمال والحلاوه، تحفه. وهبتدي كده اتبل السمك بالشكل ده، وهدخل في كل الفتحات عشان السمك بتاعي يحيق ويبقى طعمه حلو. واحطه برضو في البطن بتاعته. ايوه، وهقلب السمكه برضو واتبلها من الناحيه التانية. هعمل كده في ال3 سمكات بتوعي. طبعا الكميه دي اللي انت عايزاها، اكتر اقل براحتك خالص. اتبله كويس قوي، وكمان من الظهر عشان الظهر بتاعه بيبقى تخين، تحطي فيه التتبيله عشان يحيق. وبعد كده انا بسيبه يتبل حوالي ساعه، مش اكتر من ساعه. ويستحسن يكون في التلاجة، تغطي الطبق كويس قوي، ما يبقاش فيه اي حته باينه علشان ما يعملش رايح في التلاجة، وتدخليه التلاجة. ودلوقتي انا سبته ساعه وخلاص طلعته. هبتدي اعمل له كده الكفر بتاعه. حطيت كده حوالي 5 معالق من الدقيق، عليهم معلقتين من النشا، ورشه ملح صغيره، وكمان رشة كمون ورشة شطة. وعندي كمان اللي هي توابل السمك الجاهزة دي. لو ما عندكيش مفيش مشكلة، التوابل اللي انتي بتحطيها دي هتغني، اللي هي الملح والكمون والشطة والحاجات دي بتبقى حلوة قوي. لكن دي كانت عندي فقلت استخدمها. قلبت كده الدقيق مع النشا مع التوابل اللي احنا حطيناها. ودلوقتي هبتدي بقى ان انا اغلف السمك. هعمل له كفر كده، بس في الاول هجيب الصينيه اللي انا هدخلها الفرن، وهحط لها كده ورقه من الفويل هكسيها بيها. ايوه كده، هغلف كده الصينية.
وعلشان ورق الفويل غلط ان هو يلامس الاكل مباشرة، انا هجيب كده ورقة من الزبدة واحطها فوق ورقة الفويل. طب انا ليه ما عملتش في الصينية على طول؟ لان هو ممكن يلزق، فتيجي تطلعيه يتفرفت معاكي. فبغلف كده الصينية بتاعتي بورقة الفويل وعليها ورقة الزبدة، هيطلع معاكي بكل سهولة. حطيت كده معلقة من الزيت او نص معلقة من الزيت بس، هدي مسحة كده لورقة الزبدة، وكده جاهزة ان انا احط فيها السمك بتاعي. هجيب بقى الدقيق اللي انا عملته دلوقتي، اللي هو الدقيق على النشا على شوية التوابل اللي احنا حطيناها، وهتبل كده السمك او هغلفه بالدقيق. شايفين؟ غلفيه بالدقيق كويس، ايوه بالشكل ده. هعمل كده ال3 سمكات بتوعي، دي اول واحدة. بس تنفضيه خالص من الدقيق، يعني انا بحط عليه الدقيق وارجع انفضه خالص، بيبقى كفر بسيط جدا. ايوه بالشكل ده. هعمل برضو التانية. الطريقة دي يا جماعة حلوة جدا وسعراتها بتبقى منخفضة وبيبقى لذيذ قوي. انا ما بقليش سمك في الزيت ابدا ابدا، يعني انا بقالي سنين بعمل السمك المقلي بالطريقة دي. اي نوع سمك عندك، مش شرط البلطي، اي نوع سمك عايزة تقليه بيبقى جميل جدا بالطريقة دي. بس في تكات في السوا هقول لكم عليها دلوقتي. بدرت كده السمك بالدقيق زي ما انتم شايفين ال3 سمكات. بس اهم حاجة تنفضي الدقيق عليه كويس. ايوه. هحط بقى السمك بتاعي كده في الصينية اللي انا غلفتها بورق الفويل ورق الزبدة، هحطه بالشكل ده. هما 3 حطيتهم كده بالشكل ده. والتالتة هحطها في المكان ده. حلو قوي كده. الصينية على قد بالظبط زي ما انتم شايفين كده. وهجيب بقى معلقة من زيت الزيتون، انا مش عايزة اكتر من معلقة، معلقة واحدة من زيت الزيتون. انا بحب زيت الزيتون قوي، بيبقى صحي جدا وكمان بيديله لون حلو قوي في الفرن. وبالفرشة هبتدئ كده ان انا اديله كفر كده بسيط، امسح بس الزيت من عليه. طبعا الناحية التانية هيبقى عليها زيت لان ورق الزبدة انا دهناه بالزيت. ايوه كده. اديني دهنة كده بسيطة برضو مش كتير. ودلوقتي بقى هندخله الفرن. اقول لكم برضو طريقة السوا ازاي. خلي بالكم يا جماعة، السمك اي نوع سمك هتدخليه الفرن، سواء مقلي او سواء سنجاري او اي سمك هتدخليه الفرن، لازم تدخليه على نار عالية جدا. اعلى حاجة عندك، ما تدخلوش على نار واطية لان نتيجة السوا هتبقى وحشة قوي. انا بدخله الاول على نار عالية. بصوا كده الصوت، سامعين بقى القرمشة؟ تحفة بجد يا جماعة، تحفة. الطريقة دي حلوة قوي قوي. بس انا مش عايزة انسى اقول لكم على طريقة السوا. شايفين القرمشة؟ مقرمش من بره وطري من جوه، روعة. انا بعمله على طول بالشكل ده، ما بقلهوش في الزيت ابدا. يعني دايما بدخل السمك المقلي كده بمعلقة زيت واحدة الفرن، بيبقى طعمه تحفة. انا بتمنى طبعا يكون الفيديو عجبكم، بس في الاول مش عايزة انسى طريقة السوا. انا بدخله الفرن على درجة حرارة عالية، وبكون قايدة من تحت. لو عندك من فوق ومن تحت شغليه، وبعد كده بتطفي من تحت وبتروحي شغاله له الشواية بقى في اخر 5 دقايق. بيديك القرمشة التحفة دي. بياخد في الفرن حوالي، يعني الوقت كله حوالي نص ساعة مش اكتر من كده، وبرضو على حسب درجة حرارة الفرن بتاعك. انا بتمنى يكون الفيديو بتاعنا النهاردة عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. يلا باي باي، سلام.